كيف تتلذذ بالأطفال؟ الجملة دي لقوها في سيرش على موبايل واحد من المتهمين بالاعتداء على الأطفال في قضية مدرسة سيدزي الأخيرة. الحكاية بتبدأ لما أمه بتلاحظ إن ابنها اللي في كي جي 2 اللي هو عنده 4 سنين يعني بيعاني من مشاكل كبيرة جدا في الإخراج وعنده التهابات في منطقة الشرج حادة جدا. ولما الأم بتقعد معاه وتتكلم معاه شوية وتقول له طيب اللي عندك ده من إيه؟ الولد بيحكي لها قصة. الأم في الآخر بتفهم منها إن الولد اتعرض للاعتداء الجنسي على إيد 5 أشخاص في المدرسة. عارف بقى إيه الحاجة اللي بتجمع ما بين ال5 أشخاص دول؟ مرض اسمه البيدوفيليا. لو فاكر إن قضية مدرسة سيدز اللي حصلت دي هي أول حادثة للبيدوفيليا في مصر، تبقى أنت غلطان للأسف. البيدوفيليا في مصر ليها تاريخ طويل جدا وحوادث حصلت قبل كده وللأسف كلهم مؤلمين بشكل فظيع. يعني عندك مثلا سنة 2006 ظهر التوربين اللي اعتدى واغتصب 38 طفل وكان بيغتصبهم وبيعتدي عليهم فوق القطور، وكان بعد كده بيرمي جثثهم، وكانت الحكومة في الوقت ده بتلاقي كل شهر تقريبا جثة طفل في محافظة. وفي 2013 حصلت حادثة الطفلة زينة اللي البواب وجارهم اعتدى عليها ورموها بعد كده من فوق المنبر. أو مثلا سنة 2021 قضية طفلة المعادي الشهيرة اللي الراجل ساعتها استدرج بنت بتبيع مناديل على كوبري قصر النيل وخدها في مدخل عمارة عشان يعتدي عليها، لكن الحمد لله كاميرا المراقبة اللي موجودة في المعمل اللي دخلت العمارة لقطته ساعتها، وخرجت ست منعته من انه يعمل العملة بتاعته. أما بقى سنة 2025 فلا وضع خاص تماما عن كل السنين اللي فاتت دي. سنة 2025 لوحدها فيها حادثتين الاتنين أفظع من بعض. أول حادثة كانت الطفل ياسين اللي مدير المدرسة بتاعه اعتدى عليه بمساعدة السكرتيرة بتاعته. وتاني حادثة كانت في مدرسة سيدز اللي 6 أطفال في المدرسة قدموا بلاغات ضد 5 أشخاص بيشتغلوا في المدرسة دي بيقولوا إن هم كانوا بيعتدوا عليهم في أوضة في الجراج. الأكيد بقى إن حاليا واحنا بنتكلم في أطفال تانية بيتم الاعتداء عليهم كتير جدا، بس لسه اللي بيعملوا كده ما اتكشفوش. مجلس الأمومة والطفولة مثلا سنة 2025 أصدر إحصائية فظيعة بيقول فيها إن 85% من ضحايا الاعتداء الجنسي في مصر من الأطفال. رعب مش كده؟ بس للأسف بقى أنا هرعبك أكتر وأقول لك إن تعرض الطفل للاعتداء في سن صغير زي ده بيخليه عرضة بشكل كبير جدا للانحراف في ميوله الجنسية لما يكبر. يعني بالبلدي كده لما يكبر هيبقى شاذ، وده بصراحة بيخلينا نشوف قد ايه الموضوع كارثي وانه ممكن يتحول لدائرة مغلقة مفيش منها مفر. الطفل اللي تم الاعتداء عليه النهارده لو ما تمش علاجه واحتوائه بشكل مظبوط من اهله والناس اللي حواليه بكره هيبقى هو المعتدي على اطفال تانية. في سؤال بقى دايما بيجي في بالي ويمكن كمان بيجي في بال ناس كتير قوي من اللي بيشوفوا الفيديو ده، هل الشخص البيدوفيلي ده له صفات او شكل معين مثلا؟ للاسف الاجابه قطعا لا. يعني الناس اللي قدامك دول مثلا لو شفتهم في الشارع قابلتهم في اي حته مستحيل تشك فيهم ولو للحظه ان هم بيعملوا فعل زي ده. ناس بالعكس شكلها ودود ولابسين بدل وشكلهم محترم جدا، لكن في الحقيقه هم بيعتدوا على اطفال. وده لو يوضح لك حاجه فهو يوضح لك ان الخطر ممكن يكون قريب منك انت شخصيا وحواليك، وان ممكن يكون الشخص اللي بيعمل كده يكون جارك او صاحبك او حد انت تعرفه شخصيا. انا عارف ان اللي بقوله ده موتر وصعب جدا، بس الأصعب إن لما دورنا أكتر وسألنا متخصصين عرفنا إن في ناس ممكن تكون بتعمل الموضوع ده وهي مستحيل تكون في دايرة الشك. ناس زي الأب والخال والعم وحتى الجد. يعني خليني اقول لك مثلا ان مدرسه سيدز اللي حصلت فيها الحادثه الاخيره دي بتوصل مصاريف كي جي 2 بس فيها ل 65,000 جنيه، وده في حد ذاته بيخلي الاهالي يبقوا متاكدين ان ولادهم في مكان امين. لكن لا، ده ما حصلش. لا غلو المكان ولا رقي المكان منع ان هم يتعرضوا لابشع جريمه، ان هو يتم الاعتداء عليهم. يعني اللي قدامك ده مثلا اسمه جيفري إيبست. الراجل ده كان عامل جزيرة على الضيق كده كان عاملها لأصحاب مزاج البيدوفيليا، الناس اللي بتحب تعتدي على الأطفال، وكان مشغل فيها مئات من الأطفال القُصر، وكان بيستقبل فيها ضيوف يوميًا مزاجهم إن هم يغتصبوا ويعتدوا على الأطفال. خلّيني بقى كده أذكر لك بعض من أسماء الضيوف دي. عندك مثلًا ناس زي رئيس أمريكا السابق بيل كلينتون، عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينج، ورئيس أمريكا الحالي دونالد ترامب، وكمان الأمير أندرو، وبالمناسبة هو يبقى الابن التاني للملكة إليزابيث، وتم عزله من الأسرة المالكة بسبب القضية دي. بس عارف إيه الأغرب من كل اللي فات ده؟ إن البيدوفيليا ظهر لها ناس تدافع عنها وكمان تبررها. أيوه زي ما سمعت، تدافع عنه وتبرره. يعني عندك مثلا سنة 2018 استضافت منصة تيدكس ريزربرج الألمانية
طالبة اسمها ميريام هاين عشان تشرح لنا وتقول لنا وجهة نظرها العظيمة اللي فيها تبرير ودفاع عن مرضى البيدوفيليا الغلابة اللي بيعتدوا على الأطفال. والله ميريام كانت شايفة إن مرضى البيدوفيليا دول ما عندهمش أي مشكلة، وإن المشكلة عندنا إحنا، وإن البيدوفيليا في حد ذاتها هي توجه جنسي طبيعي جدا وما يمكنش تغييره عند أصحابه. وبصراحة هي عندها حق. فيها إيه يعني لما نعترف بالبيدوفيليين ويعيشوا وسطنا في أمان وسلام؟ ولو انت ناصح كده حبتين هتاخد بالك ان ده نفس الكلام والحجج اللي كانت بتتقال على المثليين الجنسيين قبل ما يتحولوا من بسكليتة لمثليين جنسيين. ثواني، يعني انت عايز تقول ان في محاولات من المجتمع الغربي لتحويل البيدوفيليا لامر طبيعي ومعترف بيه؟ بالظبط كده. فما تستغربش السنين الجايه لو لقيت اصوات بتنادي بالتعاطف مع البيدوفيليا وان دي قمه الحريه والتحضر. ومين عارف يمكن انت نفسك السنين الجايه دي نلاقيك قاعد بتتفرج على مسلسل بطله بيعتدي على الاطفال وممكن تكون بتتعاطف معاه كمان. وطبعا انت عارف المسلسل ده هيتعرض فين. اوعى تكون فاكر ان ده صعب ومستحيل وتقعد تعتقلي وتقول لي لا. اصلا في خطوات بدات تتاخد بالشكل فعلي للموضوع ده. عايز اقول لك ان في منظمه اسمها منظمه نمبلا، منظمه امريكيه نشاطها الوحيد هو الدفاع عن البيدوفيليا واصحاب البيدوفيليا. والحقيقه انه لازم اي اب وام في الوقت اللي احنا فيه ده يفهموا ان لو عندهم ولاد فاصح حاجه يعملوها ان هم يتكلموا مع اولادهم ويفضلهم وقت كبير جدا من حياتهم يشوفوا مشاكلهم ويسمعوهم فيه. وان العيب الحقيقي مش هو ان احنا نتكلم معاهم في ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. العيب الحقيقي ان احنا نسيبهم كده على عماهم في الدنيا ويجي اي حد يعمل فيهم اي حاجه. انا عارف ان اي ام عندها مسؤوليات كبيره جدا، بس تنظيف البيت والطبخ مش اهم من ابنك. وعارف ان اي اب الشغل واخد وقته وممكن كمان يكون متغرب بره البلد بالسنين وبيجي شهر في السنه. فاحب اقول لك ان كل اللي انت بتعمله ده عشان تامن مستقبل ابنك في الحاله دي طز. يا عم طز والف طز كمان. انت عارف الوقت اللي انت بتقضيه في الشغل ده عشان تامن مستقبل ابنك ايه اللي بيحصل فيه؟ طب انت اخر مره قعدت عشان تسمع ابنك وتعرف مشاكله كان امتى؟ انا عارف ان محاولاتك لتامينه وحبك ليه بيخليك تاخد كل وقتك للشغل، بس في نفس الوقت ده ممكن يبقى صيده سهله يجي حد يضيع كل مستقبله.